عليكم أصحابي، جينا لكم حلقة جديدة من قناة علي العراقي. طبعا اليوم جايب لكم شغلة تفيدكم وتفيدني، وأكثر شيء تفيد المتابعات اللي يتابعوني بالقناة. طبعا أكو يعني أتوقع أكو متابعات يتابعوني بالقناة، يعني بنات، فأنا جايب لهم إعلان لهم يفيدهم وشغل لهم. فخلينا نبدأ بالإعلان. طبعا الإعلان إلى قناة النعيم الفضائية. خلينا نبدأ بالإعلان، نشوف الإعلان شو يقول. تعلن قناة النعيم الفضائية عن حاجتها إلى مقدمات برامج تلفزيونية تتوفر فيهن الكفاءة والمقدرة لتقديم البرامج المنوعة والهادفة من أجل نشر الوعي الإسلامي بين المشاهدين. فعلى من تجد في نفسها القدرة والكفاءة إرسال السيرة الذاتية لغرض تحديد موعد الحضور إلى مقر القناة لإجراء المقابلة، مع أمنياتنا بالتوفيق. يعني قناة النعيم الفضائية تحتاج مقدمات بنات، مقدمات برامج تلفزيونية طبعا، تكون عندهن الكفاءة على تقديم البرامج المتنوعة والبرامج المتنوعة الهادفة. يعني اصلا هي يعني البرامج الهادفة، يعني قصدهم يعني هي اصلا البرامج العلم نشر الوعي الاسلامي بين المشاهدين. طبعا اكو مشاهدين بالتلفزيون، يعني التلفزيون في شيء كلش عظيم، يعني الناس ماكو ناس ما يتابعوه. فيعني برامج هيجي برامج حلوة، يعني الناس اكيد يتابعون البرامج اللي تفيدهم. زين، يقول يعني اللي تشوف نفسها تقدر على هذا الشيء وعندها الكفاءة انه تسوي هذا الشيء، انه ترسل السيرة الذاتية مالتها على مود يحددون موعد الحضور لمقر القناة لإجراء المقابلة. يعني يحددون شو وقت تجين للقناة على مود يسوون وياك مقابلة، على مود يعرفون انت متهيئة لهذا الشيء او لا. طبعا اللي عندها هيجي وناوية انه تسوي هيجي ما عليها الا انه السيرة الذاتية تكتبها مالتها السيرة الذاتية تكتبها بالتعليقات على مود اني اوصلها للقناة. فيعني هذا وصلنا لنهاية الفيديو. يعني كل اللي كنت اريد اسويه يعني ارجالكم شيء تفيدكم ويعني تفيدني همينه. فيعني إذا فادتكم الشغلة وإذا عجبتكم الحلقة سووا لايك، وإذا ما عجبتكم سووا ديسلايك، وسووا اشتراك بالقناة، ومع السلامة.